ما تجيب لي واحد خربوش شاي كده يا عم عادل. ها، ويا ترى بقى هتحاسب يا عم اشرف ولا ايه نظامك؟ عيب الكلام ده، انت عمرك شفتني بطلب طلب ومش بحاسب عليه؟ يا اخي ده انا عمري ما شفت الجنيه ده طالع من جيبك، ده الجنيه بيطلع من جيبك مربى ده. لا عيب الكلام ده يا عادل، عيب واغز الشيطان كده وقول يا صبح. يا اخي ان كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله. الحمد لله ان انا لقيتك يا عم اشرف، الحقني يا عم اشرف. في يا واد انت وقعت قلبي. بقول لابويا يجوزني البت اللي بحبها، مش عايز يجوزها لي يا عم اشرف، وانا هموت واتجوزها يا عم اشرف. الله، طب انا اعمل لك ايه يا ابني؟ ابوك مش راضي يجوزها لك، انا اللي هجوزها لك مثلا؟ اتصرف يا عم اشرف بالله عليك، البت جاي لها عريس وهياخدها مني. يا ابني ما ينفعش، طالما ابوك قال لا يبقى ما ينفعش. بالله عليك يا عم اشرف، بحبها بحبها. اكسب ثواب في الواد وساعده، ساعد الواد. يعني انت يا عم اشرف عاجبك لما حبنا ينتهي؟ بس يا ابني خلاص يا ابني، انا عمري ما افرق ما بين اتنين عشاق. يا حبيبي يا عم اشرف، ده انت قلبك طلع كبير قوي. ابسط يا سيدي ولا تقلق، عايزك بقى تروح تلبس الحته النضيفه اللي على الحبل وهنروح نخطبها لك دلوقتي. بجد يا عم اشرف والله؟ يا حبيبي يا عم اشرف، افرح يا حارة، احمد حواوشي هيتجوز. الواد اتجنن خالص. والله يا عم اشرف مش عارف اودي جمايلك دي فين، ده انت زي ابويا بالظبط والله. ما تقولش كده يا ابني، انا بحب اجري في الخير دايما، وزمان عمك عادل كمان جاي ورانا وهيحصلنا باذن الله. جايلك يا مهجة يا حبيبة قلبي، جايلك يا روحي. اي خدعه بقى، افتكر الجمال دي واخدك على الفيسبا بتاعتي ومروق عليه. طب والله يا عم اشرف لا فولها لك النهارده. يلا بقى يا ابني، هي محتاجه بقين بنزين بس مش اكتر، وهتلاقيها بتجري في الريره. الا انت مش ناوي تبيع المكنه دي يا عم اشرف؟ او انا ابيع المكنه قال، بعدين دي ما اسمهاش مكنه، دي اسمها عزه، دي القريبه من قلبي يا ولد. لا لا لا، اصيله يا عزه، اصيله. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، نورتوا يا جماعه والله، منورين البيت. اهلا بيك اهلا بيك، البيت منور باصحابه والله. الا بقول لك يا احمد، مين دي؟ دي تبقى ام مهجة يا عم اشرف. طب بقول لك ايه، ما تكسب فيها ثواب وتجوزنا امها. ابوس ايدك يا عم اشرف، اركن مشاعرك دي على جنب بقى دلوقتي لما اتجوز البت الاول. خلاص يا واد ما تعيطش، هجوزك البت مهجة، بس خلاص اسكت انت دلوقتي. وانت ازيك يا حاجه وازاي صحتك؟ الحمد لله يا عم اشرف والله زي الفل، الحمد لله. لا ما شاء الله عليكي، انت كل يوم بتنوري وبتزيدي نور يا حاجه والله. ما خلاص بقى يا عم اشرف بقى، انت كلامك حلو. هو انت لسه شفتي كلام حلو؟ ده انا لسه هسمعك الحلو كله، اموت انا وعيد السنه. تقريبا كده عمك اشرف مش هيخطب لك النهارده. الحمد لله الجوازه باظت. والله يا جماعه انتم منورين، بس يا ريت كده نخش في الموضوع على طول. في الحقيقه يا حاجه احنا قصدنا خير، احنا جايين نطلب ايد بنتكم مهجة للواد احمد ابننا، واد يعني محترم ومهذب وجاي بكل نيه وكل خير. والله يا عم اشرف مجيتك دي على دماغي من فوق، بس برضو احنا لينا شروط وعايزين نتعرف على الواد اكتر كده ونعرفه. لا طبعا، حقكم تعرفوا الواد كويس برضه، هو عندك اهو، اسالي اللي انت عايزاه. ما تاخذنيش يا اخوي، انا عايز اطمن برضه على مستقبل البيت، يعني عايز اعرف هو شغال ايه دلوقتي. انا الحمد لله يا طنط عندي توك توك وشغال عليه كل يوم، ومية مية وبيدخل لي فلوس كل يوم. ايوه ده التوك توك ده بيكسب مكاسب كبيره قوي. قول لها يا عم عادل عشان تنبسط كده وتجوزني بنتها، ده بياخد الزبون من اول الشارع لاخر الشارع ب5 جنيه، وهي اصلا مواصله كلها ما تجيبش جنيه. بصلنا بقى في لقمه العيش بتاعتنا بقى. ويا ترى بقى يا ابني عندك شقه ولا ايه؟ طبعا يا حماتي، ده انا عندي شقه 3 اوض وصاله وحمام ومطبخ كبار جدا. الف مبروك. الف مبروك يا واد يا احمد، ربنا يتمم لك على خير يا واد. الله يبارك فيك يا عم اشرف، ما يتحرمش منك يا رب يا عم اشرف، متشكرين جدا على الجمايل دي. الف مبروك يا حماده، ربنا يتمم لك على خير يا رب. طب احنا كنا عايزين بقى نشوف العروسه كده ولا حاجه. طبعا يا اخويا، بنت مهجة انت يا بيت. ربنا يخلي لك مهجة يا ام مهجة. امين يا رب امين. الا بالمناسبه السعيده دي بقى، انا كنت عايز اعزمك بره على الغدا. الكلام ده بقى مش هنا يا عم اشرف. ابوس ايدك يا عم اشرف، ارحم بقى شويه، ارحم يا اخي. بس امها طلعت ست محترمه قوي يا واد يا احمد ورقيقه. ابوس ايدك يا عم اشرف، اركن مشاعرك دي بقى على جنب. الله، امال فين بقى الشاي؟ احنا مش هنشرب شاي ولا ايه؟
يا سلام عليك يا اشرف، ده انت طلعت رومانسي جدا. الله، حلوة منك اشرف دي، ياه قوليها تاني كده. يا راجل اسكت يا راجل بتكسف. يا سلام يا سلام على ضحكتها، يا سلام. ما تعملوا لنا بقى كده لايك واشتراك في القناه بدل ما انتوا عمالين تتفرجوا كده وخلاص. ايه مفيش الف مبروك ولا ايه؟ ده احنا هنتجوز قريب برضه. بص قدامك يا اشرف احسن نقع. لا 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 ما تقلقيش، ده انا سواق مخضرم. يا سلام عليك وعلى خضرمتك يا اخوي.